هذا أكبر خذلان بالتاريخ بتعرض له الشعب العراقي من كريستيانو رونالدو. البلد اللي فيها أكبر قاعدة جماهيرية لكريستيانو رونالدو بكل العالم عم بخذلها رونالدو للمرة الثانية على التوالي. رونالدو عم بيعتذر بالذهاب إلى دولة العراق للعب ضد نادي الزوراء العراقي في كأس آسيا. رونالدو رسميا لن يذهب إلى العراق للمرة الثانية على التوالي. خذل كل مشجعينه ومحبينه في العراق، وخذلني أنا شخصيا، لأني كنت رايح لأول مرة بكل حياتي بدي أشوف كريستيانو رونالدو عم بلعب مباراة. كنت رايح للعراق بدي أشاهد كريستيانو رونالدو ضد نادي الزوراء العراقي، بس رونالدو عم بيعتذر من الذهاب إلى العراق، عم يعتذر من أكبر جمهور محب له بكل العالم، الجمهور العراقي. رونالدو رسميا يخذل جمهوره في العراق.